من 4 شهور بالظبط اخدت واحد من اكبر القرارات اللي اخدتها في حياتي في حته التكنولوجيا والتعامل مع الكمبيوترات والكلام ده كله، وهو ان انا طول عمري بتعامل مع كمبيوترات ويندوز سواء ديسكتوب او لابتوب، في الجيمنج، في الشغل، في اي حاجه في حياتي. لكن لما تعمقت شويه في شغل المونتاج وعمل الفيديوهات والاديتنج سواء فيديوهات او صور، حسيت ان هيكون انسب لي واسهل لي ان انا احول من ويندوز لماك. والحقيقه اخدت الخطوه دي من 4 شهور وجبت الماك بوك برو الام 2 ماكس ب 96 جيجا رام وامكانيات خزعبليه جدا. كنت عملت فيديو انطباعات عن الكمبيوتر ده اول ما استخدمته كده كان الوضع عامل ازاي، هتلاقيه طلع في الاي اللي فوق دلوقتي، وهسيب لك لينك ليه في الديسكربشن تحت في الفيديو ده. والنهارده انا جاي اقول لك لو انت ناوي تحول لماك من ويندوز، انا بعد تجربه ال4 شهور دول حسيت ان ايه الحاجات اللي لازم تتغير علشان الترانزيشن والتحويل يكون سلس شويه، بالاضافه لكام حاجه عايز اقول لك عليها كده انا لاحظتهم وانا بستخدم الكمبيوتر هيسهلوا عليك رحله التحول دي جدا. فلو انت مهتم بالموضوع ده وناوي تحول لماك لاول مره في حياتك قريب، اتفرج على الفيديو ده علشان اكيد هيفيدك. يلا بينا. صباح الخير ومساء الفل على الكل، انا اندرو وديد، وزي ما قلت لك انا بقالي 4 شهور تقريبا بستخدم الماك بوك برو ال 16 انش، وبصراحه في ال4 شهور دول انا حسيت بيعني سلاسه ونعومه رهيبه في الشغل لما باجي منتج والكلام ده كله. وده مش معناه ان الكمبيوترز واللابتوبس بتاعت ويندوز وحشه، انا كنت بستخدم الايسوس الزن بوك برو دوو، كان لابتوب كده خزعبلي بشاشتين 4K وكور اي 9 وامكانيات برضو قويه جدا. لكن بالنسبه لاستخدام انا سواء في المونتاج بكل تفاصيله او تعديل الصور او اي حاجه ليها علاقه بالشغل الابداعي او الكرييتيف ورك يعني زي ما بيسموه، انا حسيت الموضوع ده هيكون احسن لي، وفعلا كان احسن لي وسلس جدا. لكن الحقيقه مش جاي في الفيديو ده علشان اقول لك بقى انا رندرت الفيديو في كام دقيقه ولا الموضوع كان سهل وسلس قد ايه معايا. لو عايزين تعرفوا اكتر عن تجربه الماك في الشغل ده بالذات اكتبوا لي في الكومنتس وانا ممكن اعمل فيديو على الموضوع ده. لكن انا هنا النهارده عشان اقول لك لو انت هتحول من ويندوز لماك ايه الحاجات اللي تخلي بالك منها او تنزلها على الكمبيوتر او تغيرها اول ما تستلمه كده، عشان تحس ان الترانزيشن او النقله سلسه كده والموضوع ما هوش معقد قوي، لان هو فعلا مش معقد قوي. لكن كالعاده قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو ده تنساش لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتدوس على زرار الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو اول ما بينزل على طول. المهم اول حاجه عايزك تاخد بالك منها لما تستلم الماك بتاعك كده وتبتدي تستخدمه لاول مره هو الكيبورد. الكيبورد مختلف شويه ما بين الماك والويندوز، وده في الرصه بتاعته سواء رصه الحروف اللي بالعربي على الحروف الانجليزي ما هياش زي الكيبوردات بتاعت ويندوز، خلي بالك ودي مشكله شويه، او حتى في وجود زراير مختلفه زي الاوبشن والكوماند وما عندكش الت وكنترول زي في ويندوز. لكن الحقيقه عندك زرار كنترول هنا ملوش علاقه بالكنترول اللي انت عارفه في ويندوز، الكنترول بتاع ويندوز هو كوماند اللي هنا، معلش ركز معايا. هتحتاج كمان تتعود شويه على التراك باد الكبيره جدا اللي قد شاشه موبايل دي، والحقيقه عظيمه جدا وسلسه وممكن تعتمد عليها تماما بدل الماوس، لكن للامانه انا ما زلت بستخدم ماوس علشان بالنسبه لي الموضوع كده اسهل. المهم زي ما قلت لك كوماند عندك هنا زي كنترول في الويندوز واوبشن زي الت في الويندوز، فانت لو عايز تعمل كوبي لحاجه مثلا فلنفترض هنختار الصوره مثلا اللي موجوده هنا، نروح دايسين كوماند سي وبعد كده نعمل كوماند في عشان تلاقي ان الصوره اتعمل لها كوبي وبقت موجوده تحت كده هنا عادي. وخلي بالك مكان الكوماند مختلف شويه عن مكان الكنترول، فتحتاج انك تظبط شكل ايدك كده وانت بتعمل كوماند سي وكوماند في، مختلفه برده شويه عن ويندوز بس يعني بالتعود هتيجي. ودلوقتي لو انت عايز تمسح اللي انت عملت له كوبي ده ممكن تدوس عليه وتروح واخده كده زقه على التراش الباسكت اللي موجوده تحت دي، هيتمسح على طول. والحقيقه موضوع الدراج اند دروب انك تمسك اي حاجه توديها في اي حته، الموضوع ده يعني سلس جدا وسهل جدا في ماك. انت ممكن تمسك اي صوره من على النت تروح رميها في فولدر تلاقيها تعمل لها كوبي على طول. موضوع الدراج اند دروب ده بصراحه لازم تتعود انك تعمله كتير. طيب مشكله تانية بقى كانت عويصه مقابلاني لغايه ما لقيت لها حل، هو ان مفيش كات، يعني وانت بتعمل رايت كليك كده مش هتلاقي عندك اوبشن كات، عندك كوبي بس. لكن لو انت عايز تنسخ حاجه من هنا لمكان تاني وتتمسح من المكان الاولاني ممكن تعمل ايه بقى؟ تروح جاي عامل كوبي عادي كوماند سي، وهتيجي بقى في الفولدر اللي انت عايز تنقلها ليه في صوره كات، يا اما تدوس رايت كليك وتدوس اوبشن اللي هنا وتلاقي موف ايتم هير بدل ما هي بيست ايتم، ساعتها هيتنقل كانك عملت كات على طول. او بدل ما تعمل كوماند في تعمل اوبشن كوماند في، ساعتها هتلاقيه اتنقل من المكان ده راح للمكان اللي انت عايزه وكانك عملت كات بالظبط. وزي ما قلت لك رصه الحروف اللي بالعربي هنا مختلفه عن اغلب الكيبوردات بتاعت ويندوز، فانا اضطريت عشان بستخدم الكمبيوتر ده كده متوصل على شاشه وبستخدم كيبورد خارجي، اضطريت اسفا يعني ان انا اشتري الماجيك كيبورد بتاع ابل اللي هو بصراحه غالي جدا بالنسبه اللي بيديهولك، لكن هو شيك ورفيع وفيه شويه امكانيات لطيفه كده زي التاتش اي دي اللي موجود هنا، كنت عملت عليه فيديو قصير كده ممكن تشوفه. لكن الحقيقه السبب الرئيسي هو ان رصه الحروف اللي بالعربي تكون موجوده على الكيبورد الخارجي زي كيبورد
كيبورد اللابتوب بالظبط. حاجه تانية لازم تعملها هو انك تحمل شويه بلجنز كده او امكانيات صغيره ما بتكونش موجوده على اللابتوب على طول، بس بتسهل عليك التعامل شويه، زي مثلا البلجن اللي اسمه ريكتانجل ده. ريكتانجل ده بيعمل ايه يا سيدي؟ بيعمل ان انت في الويندوز متعود ان انت لما بتمسك اي ويندو كده وترزعها في اليمين او في الشمال بتتقسم الشاشه زي ما انت متعود، لكن الحقيقه ماك ما بيعملش كده من نفسه. انت لازم تنزل ريكتانجل ده عشان ساعتها لما تمسك ده كده من هنا وتزقه على الجنب يقدر ياخد النص ده من الشاشه، لو شديته هيفصل، لو زقيته على الجنب التاني هياخد النص ده، لو هو صغير كده وعايز تكبره على الاخر ممكن يا اما تدوس ماكسمايز اللي هنا، لكن ساعتها هتلاقي ان الكنترولز اصلا اللي هي الاحمر والاخضر والكلام ده بتختفي في الطبيعي وكانها بقت فول سكرين، بس انا مش دايما ببقى عايز كده. فالحقيقه ان انا بروح ماسك برده الويندو ورازعها لفوق كده، ساعتها هتلاقي ان الويندو كبرت لكن كل حاجه لسه ظاهره قدامك كانك بالظبط عملت ماكسمايز اللي موجوده في الويندوز. بلجن تاني بستخدمه هو السكرول ريفرسر، وده الحقيقه بيحل مشكله غبيه برده شويه قابلتني، الا وهي ان انا على التاتش باد علشان اسكرول كده وانزل فوق وتحت بالمنظر ده اتجاه الصوابع بيكون كده علشان انزل لتحت زي التليفون، او كده علشان اطلع لفوق، لكن وانا بستخدم الماوس محتاج ان وانا بسكرول الويل لتحت برده ينزل لتحت، ولما سكرول لفوق برده يطلع لفوق. لكن الحقيقه من غير البلجن الصغيره دي الدنيا بتبقى متشقلبه، لو جيت تظبط التراك باد هتلاقي الماوس اتقلب، ولو جيت تظبط الماوس هتلاقي التراك باد اتقلبت، فالموضوع ده بيظبط الدنيا شويه. حاجه كمان لازم تعملها لما تستلم الماك بوك بتاعك هو ان انت تفعل الرايت كليك اللي موجوده في التراك باد، لان هو بيجي من غير ما تكون متفعله، ما عندكش حاجه اسمها رايت كليك كده على طول. وتاني حاجه ان انت لما تلمس التراك باد بس تدوس على اللي انت عايزه، مش محتاج انك تدوس على الاخر لغايه ما تسمع التكه دي، انت بس المس كده المفروض ويدوس، ودول حاجتين لازم تفعلهم. هتفعلهم عن طريق ان انت تدوس كده فوق وتفتح سيستم سيتنجز او تفتح السيتنجز باي شكل يعني، وبعد كده تنزل تحت عند تراك باد، وهنا هتلاقي ان السكندري كليك مقفوله، تقدر تفتحها وتخليها كليك وذ تو فينجرز، يعني انك تدوس بصباعين كده في اي حته، اللي هو لو عملت كده هيروح عامل لك رايت كليك على طول طالما بتدوس بصباعين. والحاجه الثانيه تاب تو كليك تفتحها برضو، فمثلا وانت هنا تلمس بس مرتين فيروح فاتح الفولدر على طول، مش محتاج تدوس للاخر التكه دي. حاجه تانية تخلي بالك منها هو ان انت لو فاتح اي تطبيق مثلا زي سفاري كده، لما تيجي تقفله من الاكس الحمراء اللي فوق على الشمال دي هيقفل كده، لكن في الحقيقه لو بصيت هتلاقي ان سفاري تحت في جنبه نقطه كده، وده معناه ان هو لسه شغال في الباك جراوند، كانك كده عملت سوايب في الايفون عشان تقفل حاجه لكن هي ما اتقفلتش في الحقيقه. فعشان تقفله تعمل ايه؟ تدوس رايت كليك عليها وتدوس كويت، وساعتها هتلاقي النقطه دي اتشالت وكده انت قفلت التطبيق عادي. حاجه كمان هو المنيو بار اللي موجود فوق كده على الشمال، ده الحقيقه متغير على حسب انت فاتح انه تطبيق. فمثلا لو فتحنا سفاري تاني بالمنظر ده كده هتلاقي ان فوق هنا بقى عندك سفاري، لو دوست عليها هتلاقي دي كلها الاعدادات بتاعت سفاري، ما هياش حاجه ثابته لكل حاجه، لكن الحاجه الوحيده اللي ثابته ما بتتغيرش هو علامه الابل اللي فوق على الشمال، دي اللي بتخليك تعرف عن الكمبيوتر ده معلومات، تعمل له سليب ريستارت، تقفله اللي انت عايزه، دي حاجات بتكون ثابته ما بتتغيرش. حاجه تانية لازم تكون عارفها هو برنامج البريفيو. البريفيو ده برنامج موجود على الكمبيوتر كده على طول، ده اللي بيخليك تعرض اي ميديا قدامك من غير ما تدوس دبل كليك عليها وتفتح البرنامج الخاص بيها. بريفيو ده بيوريك كل اللي موجود فيها، صور، فيديو، بي دي اف، وورد، اكسل، باوربوينت، اي حاجه، بس هتروح دايس كده دوسه واحده وتدوس سبيس او مسافه هتلاقيه فتحها لك كده في شباك لوحده، وساعتها تقدر تقلب بالاسهم بقى عادي جدا بالمنظر ده كده من غير ما تضطر انك تفتح البرنامج، والحقيقه بيكون اسرع كمان انك تتفرج. وبعد ما تخلص وعايز تقفل هتدوس سبيس تاني هتلاقيها اتقفل. حاجه تانية لاحظتها في استخدامي للماك ده هو ان انت ممكن تتعامل بيه كانه ديسكتوب بسهوله، مش هتحتاج دايما ان انت تكون ماشي بشاشات كبيره وسماعات كبيره وبتاع علشان تاخد تجربه متكامله. انت اللابتوب ده هتوصل عليه شويه حاجات بسيطه جدا وهتاخد تجربه شبه مماثله انك توصله بدوكينج ستيشن ولا كانك يعني تعمل ديسكتوب سيت اب. وده لان جوده الشاشه رهيبه بصراحه، الريزوليوشن ونقاء الصور والالوان والكلام ده، انت بتتفرج على الشاشه دي وبتشوف جوده الوان ودقه في الصوره كده، والدنيا سلسه وناعمه وتقدر تستخدمها في اي شغل انت عايزه مهما كان. الحاجه الثانيه السماعات بتاعه اللابتوب ده في حته ثانيه خالص عن اي لابتوب سمعته في حياتي. يعني اسمع كده مثلا، دي مش سماعات لابتوب خالص يا جماعه. حاجه تانية، انت لو عايز توصل شاشه خارجيه على اللابتوب ده، انت لو عندك ايباد هيعمل الموضوع ده بمنتهى السهوله من غير اي اسلاك ولا وصلات ولا اي حاجه. انت بس تجيب الايباد كده جنب الكمبيوتر وقول له ان انت عايز الايباد ده يشتغل كسكرين اكستنشن، وساعتها كأن بالظبط عندك شاشه ثانويه موجوده جنبك تستخدمها في اي حاجه انت عايزها في الشغل، والموضوع ده بيسهل جدا وانت شغال. اخيرا حاجه مش هينفع اعدي الفيديو ده من غير ما ابدي اعجابي الرهيب بيها، وهو الاير دروب يا جماعه، او التناغم ما بين اجهزه ابل وبعض، الماك بوك والايفون والسماعات
الساعات والساعه والكلام ده، بس اكتر حاجه بصراحه فرقت معايا هو انتقال الفايلات والملفات ما بين الايفون والماك بوك. انت اي حاجه في الدنيا هتخلصها على الكمبيوتر عشان تنقلها على الموبايل وتنزلها على السوشيال ميديا مثلا، هي دوسة زرار وفيديو 120 ميجا بيتنقل مثلا في ثانيتين او 3 بالظبط، والاقيه عندي باقصى كواليتي ليه موجوده على الموبايل وانزلها. طبعا ده غير انك ممكن تعمل كوبي التكست على الايفون وتعمل له بيست على الماك بوك ويتنقل في ساعتها عادي برضو جدا. وبصراحه الايكو سيستم والاير دروب ده من اكتر الميزات اللي انا شفتها لما نقلت النقله دي. وبس كده، دي كل حاجه انا حبيت ارغي معاك فيها شويه عن النقله من ويندوز لماك. لو انت هتعمل كده تتوقع ايه وتعمل ايه علشان تسهل على نفسك الدنيا شويه. لو عجبك الفيديو ده تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. تنساش كمان تتابعني على تيك توك وانستجرام، ستوريز كده لحياتي اليوميه وفيديوهات قصيره لطيفه. ولو عندك اي سؤال في اي حاجه او افكار لفيديوهات حابب تشوفها اكتبها لي برده كلها في الكومنتس وانا هقرا الكومنتات كلها. واشوفك في الفيديوهات الجايه. سلام.